يبدأ الفيلم في أحد المستودعات حيث تحتني كلب وأم بجراءة. بان في ذلك جرو أحمر فاتح. يأتي اثنان من ضباط مراقبة الحيوانات ويأخذان الكلب وجراءة، لكنهم يفتقدوا الكلب الأحمر. يفشل في الإمساك بهم قبل رحيلهم، ويجد الكلب الأحمر الصغير نفسه وحيدا في المدينة. في مكان آخر في هارلem نيويورك، توجد إيميلي إليزابيث هاورد اللي هي داربي كامب، التي بدأت المدرسة للتو منحة دراسية وليس لديها أي أصدقاء. وكانت دائما ما تضايقها فتاة متعجرفة تدعى فلورانس اللي هي ميا رو. تعيش إيميلي مع والدتها ماجي اللي هي سينا جلوري، التي تعين عليها مغادرة إيميلي بسبب حالة طوارئ العامة. ثم تخرج إيميلي في جميع أنحاء الحي لجمع العنب لإعادة تدويرها من أجل حملة خيرية مدرسية. تلتقي بأشخاص آخرين مثل ملك بوديجا سانشيز اللي هو بول رودريجيز، وموظفه راؤول اللي هو هوراشيو ساندز، والزوجين المحامين السيد والسيدة جارفيس اللي هي كيس أويل وبير إيلين بلين، والجار غريب الأطوار السيدة كروليمان توفا فيليتشو، والساحر مالك راسل بيترز. في هذه الأثناء يظهر كيسي شقيق ماجي الأصغر اللي هو جاك وايت هول إلى مأوى ويعيش في شاحنته، حيث يخبره الضابط الذي يعرفه أن عليه الانتقال ودفع بعض الغرامات أيضا. يذهب كيسي إلى مقابلة عمل، حيث يتأخر لأكثر من ساعة ويغادر وهو يشعر بالهزيمة. ذهب لاحقا إلى شقة ماجي وإيميلي، حيث لم يكن أي منهما سعيدا برؤيته بسبب عدم نضجه، لكنه أقرب شيء يمكن تجده ماجي لإيميلي. يجد الكلب الأحمر الصغير نفسه في المدينة، لكنه يهرب بعيدا عن الخطر. يركض إلى حديقة حيث يلتقي بالسيد بريدويل اللطيف اللي هو جون كليز الذي يستقبله. تأخذ كيسي إيميلي إلى المدينة حيث تشعر بالإثارة عندما ترى خامل الحيوانات التي تم إنقاذها يديرها السيد بريدويل. يدخل الاثنان ويجدان عددا من الحيوانات مثل الكسلان والأرنب والثعلب والضبع ذو رقبة طويلة تجعله يشبه الزرافة الصغيرة. يقدم السيد بريدويل نفسه لإيميلي وكيسي قبل أن تضع عينيها على الكلب الأحمر الصغير. تسأل إيميلي السيد بريدويل عن الحجم الذي يصل إليه الكلب، ويقول إن ذلك يعتمد على مدى حبها له، على الرغم من أنها تقع في حبه على الفور. تقول كيسي إنهم لا يستطيعون إعادته للمنزل، مما يجعلها حزينة. ذهبت إيميلي لاحقا إلى المدرسة، حيث سخرت فلورنسا منها لجمع العلب للأعمال الخيرية، بينما يطلب جميع الأطفال الآخرين من والديهم كتابة الشيكات. وجدت إيميلي صديقا واحدا، أوينيو إيزاك وانج، الذي كان معجبا بها قليلا لكنه يشعر بالحرج من حولها في الفصل. تشعر إيميلي بالحرج عندما تفتح حقيبة العلب الخاصة بها وتسكب العلب أمام الجميع. عندما تعود إلى المنزل تتفاجأ عندما تجد الجرو الأحمر مختبئا بطريقة ما في حقيبة زهرة. تسمى إيميلي الكلب كليفورد بعد أن يبدو أنه يحب الاسم. أطلعته على كيسي الذي أخبرها أنه يتعين عليه معادلة الجرو إلى السيد بريدويل لأنه لا يسمح بالحيوانات الأليفة في المبنى. تذهب إيميلي إلى غرفتها وتبكي متمنيا لكليفورد أن يكونوا كبارا وأقوياء حتى لا يؤذيهم أحدا أبدا. تتحركت إحدى دموعها على أنف كليفورد في الصباح. اندهشت إيميلي عندما رأت أن كليفورد أصبح عملاقا. قبل أن تحاول إيميلي شرح الأمور لكيسي، يرى كليفورد الضخم أشرب الزهر. يحاولون إيجاد طريقة للتعامل معه، تماما كما يأتي المشرف الصارم على مبنى السيد بكر ديفيد ألان جرير لإصلاح غسالة الأطباق في الشقة. تجري إيميلي وكيسي المجانين في محاولة إخفاء كليفورد عن سيد بكارت. بعد مغادرته أخبر كيسي إيميلي أنهم سيأخذون كليفورد إلى طبيب بيطري ثم يحولون المسؤول على السيد بريدويل، إما لاستعادة كليفورد أو جعله صغيرا مرة أخرى. تحاول إيميلي وكيسي إخفاء كليفورد في شاحنة كيسي، لكن أوين يظهر ليعطي إيميلي واجباتها المدرسية لأنها لم تحضر. سرعان ما لاحظ أوين والمتفرجون الآخرون كليفورد، وركض إلى الحديقة عندما رأى أشخاصا يركضون في فقاعات بلاستيكية عملاقة معتقدا أنه يستطيع جلبهم. يطارد كليفورد الرجل حتى يفقع الفقاعة. في شركة للتكنولوجيا الحيوية تدعى ليف، يحاول رئيس التنفيذي زاك تيران توني هيل اللي هو توني هيل تطوير نوع من التركيبة لجعل الطعام ينمو بشكل أكبر. وبعد العديد من التجارب الفاشلة مع الحيوانات الأخرى، ساهم محامي طيران كلية جيسيكا كينان وين يعرض بعد ذلك على طيران مقطع فيديو لكليفورد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتقد طيران أنه وجد الحل لمشكلته عندما يكتشف فريقه أن إيميلي ترى بشكل متكرر مع كليفورد، يأمرهم بالعثور عليها حتى يتمكنوا من العثور على الكلب. يتتبع عنوانها ويصل إلى السيد باكارد أولا. تأخذ إيميلي وكيسي وأوين كليفورد إلى الطبيب بيطري كينان تومسون الذي اندهش لرؤية حيوان كبير مثل كليفورد. يكسر الكلب الميزان بالجلوس عليه، لكن طب بيطري قرر في النهاية أن كليفورد كلب يتمتع بصحة جيدة للغاية.
تحدث إيميلي وأوين إلى موظف في العيادة تدعى لسي اللي هي روزي بيريز، والتي تعرف شيئا عن بريدول وكيف ساعدتهم جميع الحيوانات التي قدمها للناس في أوقات حاجتهم. يذهب الثلاثي إلى المدرسة يتسلل كيسي وأوين إلى المكتب للحصول على معلومات عن السيد بريدول في الكافيتيريا. تحاول فلورنسا السخرية من إيميلي مرة أخرى حتى يظهر كليفورد ويبهر جميع الأطفال الآخرين. تمكنت إيميلي من الرد على فلورنسا بالقول أنها مجرد غاضبة لأن كليفورد يصرف الانتباه عنها، وهو يهين فلورنسا أكثر من خلال لقاء واغتيالها بسبيل لعابة. تهرب بينما يضحك جميع الأطفال الآخرين. عندما عادت إيميلي وكيسي إلى المنزل وجدوا إشعارا بالإخلاء على باب الشقة لأن باكارد اكتشف أن لديهم كلبا هناك. في الخارج السيد جارفيس معلق على جانب المبنى بعد انزلاقه يفقد قبضته ويسقط، لكن كليفورد تمكن من الإمساك به بأسنانه وإنقاذه مما أثار دهشة السيدة جارفيس والمتفرجين الآخرين. بعد لحظات وصل تيران ورفاقه محاولين أخذ كليفورد البعيدة حيث وضع أحدهم جهاز تعقب فيه، لكن كليفورد يركض من أجله. قتل راؤول وكسر رجال تيران بينما تحاول إيميلي وأوين إحضار كليفورد إلى بر الأمان. تمكنوا من التفوق على الأشرار ومع ذلك يذهب تيران إلى الشرطة ويتحدث إلى الرئيس واتكنز اللي هو الطاي وهرب من ليفربول جونز مدعيا أن كليفورد ينتمي إلى مشاته. يعود أوين إيميلي وكيسي وكليفورد إلى منزله حيث اكتشف أنها عائلة أسرية. يحاول كليفورد اللعب مع كلب أوين ولكن ينتهي به الأمر بلعقه وابتلاعه عن طريق الخطأ. يستمر كيسي في محاولة تخطيط نفسه وإيميلي حتى عندما تتصل ماجي تعلم أن إيميلي لم تكن في المدرسة. عندما يعود والد أوين راسل أونج إلى منزل يفاجأ برؤية كليفورد لكنه يخبر الآخرين عن محمية للحيوانات يديرها في الصين والتي ستكون مثالية كليفورد. ومع ذلك إيميلي لا تريد أن يتم أخذ كليفورد بعيدا. ورجع الأمور أكثر تعقيدا فإنهم يشاهدوا الأخبار ورون أتكنز يصدر مكافأة للقبض على كليفورد ويجعل إيميلي وكيسي هاربين. ثم قرر كيسي مع إيميلي محاولة العثور على السيد بريدول في اليوم التالي للتوصل على الحل بعد أن اكتشفوا أنه سيكون في المستشفى. في اليوم التالي يبقى أوين مع كليفورد بينما تذهب إيميلي وكيسي إلى المستشفى. وجدوا رابطة عنق السيد بريدول لكن أحد المرضى هناك قال إن الرجل الذي يبحثون عنه قد توفى. نظرا لعدم وجود خيارات أخرى توافق إيميلي على مضض على السماح لكليفورد بالذهاب إلى محمية الحيوانات الخاصة بالسيد يون. أخذوا إلى الأرصفة حيث تقول إيميلي وداعا له للأسف. لاحقا تندب إيميلي وكيسي محنتهما حتى علم كيسي أن الرجل الذي توفى في المستشفى لم يكن السيد بريدول. يأتي أوين لنقل هذه المعلومات بالإضافة إلى حقيقة أن خيمة السيد بريدول ستكون في الحديقة مرة أخرى. يذهب الثلاثي إلى بوديجا حيث يرون تقارير إخبارية تفيد بأن كليفورد قد تم اعتراضه على الماء وأخذه لفيرجو مع العلم أنهم سيؤذون كليفورد وإيميلي. انضم عليهم السيد كيسي وأوين والسيدة جافرز وسانشيز وراؤول والسيدة كلوري مالك ويتوجهون إلى الفيرجو حيث أصبحوا جميعا يحبون كليفورد أيضا. في الوقت نفسه ترى ماجي إخبارا عن كليفورد مع صورة إيميلي وتندفع إلى المنزل. تقوم العصابة بإعداد عناصر تشتيت حول المبنى حتى تجد إيميلي وكيسي وأوين الغرفة التي يحتجز فيها كليفورد. قد طردوا العلماء وأطلقوا سراح الكلب الأحمر الكبير. يركض كليفورد مع إيميلي وأوين إلى الحديقة تماما كما يتم إطلاق سراح حيوانات التجارب الأخرى في ليفرج. تنتقم من العلماء. يمسك كيسي بميكروفون أحد المراسلين ويتحدث الأخبار قائلا إن تيران كذب بشأن كليفورد وأنه ينتمي إلى إيميلي. ركضت إيميلي وأوين وكليفورد إلى مانهاتن بريتش بارك حيث وجدوا السيد بريدويل يتجمع حشد من الناس وهم منتهشون من كليفورد. تطلب إيميلي المساعدة من السيد بريدويل فيقول أنه على الرغم من أن كليفورد لا يمكن أن يكون صغيرا مرة أخرى إلا أنها يمكنها مساعدته من خلال الدفاع عن نفسها وعن كليفورد. تلقي إيميلي خطابا حماسيا للجمهور حول مدى اختلافها عن كليفورد وهو ما يجعلهما مميزين وأنه لا يشكل خطرا على أي شخص. يأتي تيران مع واتكنز لمحاولة الغلبة بكليفورد لنفسه ولكن عندما يطلب تيران من واتكنز التحقق من جهاز التعقب فكليفورد يساعد القليل من السحر الماسح الضوئي على قراءة أن كليفورد ينتمي إلى إيميلي. يترك تيران مهينا ويسمح واتكنز الجمهور بالركض إلى كليفورد ومداعبته. في وقت لاحق غير السيد باكارد رأيه وسمح لإيميلي وماجي بالبقاء في شقتهما بينما يجد كيسي مكانه الخاص ويحصل على وظيفة حقيقية. تجتمع مدينة بعد ذلك لملاء منزل عملاق للكلاب لكليفورد حيث ساعد في جمعهم جميعا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.